ليه المشاعر الحزينة أحياناً بتبقى أقوى من الفوز؟ لما منتخب بلدك بيخسر في كأس العالم فبتحس دايماً بحزن وإحباط وصدمة. لحظات الخسارة على فكرة دايماً بتبقى قاسية جداً، وعشان كده أغلب البراندات بتحب تهرب منها. كلهم عايزين يحتفلوا بالفائز، يحتفلوا بالبطل، الكاس، الفرحة. إنما كوكاكولا شافت الموضوع من زاوية مختلفة. شافت إن كرة القدم مش بس لحظة فوز، كرة القدم مشاعر كاملة، فيها فرحة وفيها دموع، فيها حلم وفيها خيبة أمل، وفيها ناس بتفضل تحب اللعبة حتى وهي خسرانة، وسنظل أوفياء. وده كان الذكاء. بدل ما تربط نفسها بالفائز فقط، ربطت نفسها بحب الناس للعبة، بالمشاعر الحقيقية اللي بتجمع الجمهور. لأن أحياناً الناس بتفتكر لحظة الخسارة أكتر من لحظات الفوز. اللاعب اللي بيعيط، الجمهور اللي واقف مذهول، الطفل اللي كان نفسه منتخبه يكمل، دي كلها مشاعر حقيقية والناس بتحس بيها. وده درس مهم جدا في التسويق. مش لازم كل رسالة تبقى رسالة مثالية ورائعة ومبهجة، ومش لازم كل حملة تتكلم عن النجاح فقط. أحياناً الجانب الإنساني بيكون أقوى. الناس بتحب الحقيقي مش الكامل والمثالي. فاسأل نفسك، هل براندك بيحاول يبان مثالي طول الوقت، ولا عنده الشجاعة إنه يوري الرحلة بمكاسبها وخسائرها؟